السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم يا جماعة؟ شو أخباركم؟ معكم الدبل كيكي. ماذا ننتظر من كيليان امبابي؟ إذا أنت متفائل فيه وإنه رح يساهم بأكثر من 50 هدف هذا الموسم حط لايك. أما إذا أنت مو متفائل فيه هذا الموسم وإنه ما رح ينجم اشترك بالقناة. رح أحكي اليوم عن موسمه الأول بالتحديد، ونحن كمدريدية ماذا ننتظر من كيليان امبابي، بالإضافة رح أحكي كلمتين سريعات عن إندريك. يلا نبلش. صديقي العزيز، أنا أول شيء رح خليك تتشائم بكيليان امبابي وإنه ما رح ينجح، بعدين خليك تتفائل وأقول لك إنه رح ينجح. أنا عايز جملة مفيدة. آسف على هالمقدمة المعقدة، ولكن تابع الحلقة للأخير بتفهم علي. أول شيء التشاؤم بكيليان. كيليان جاي من دوري فرنسي، يعني رتم أقل، يعني دفاعيا أسهل، ما في تعقيدات دفاعية كتير، وأيضا المنافسة معدومة، إلا إذا طلع له فريق كل 4 سنين نافس باريس سان جيرمان، يا بياخذ الدوري منه يا ما بياخذ الدوري منه. كيليان امبابي فيك تقول في دوري سهل نوعا ما له مضطر يظهر كامل قدراته حتى يسجل او يصنع، ومبابي جاي على دوري اصعب دفاعيا. شفنا هازارد وكوتينيو جايين من دوريات صعبة جدا، صح في مساحات اكثر شوي من الدوري الاسباني، ولكن كرتم اسرع، كضغط اعلى، مع ذلك ارتبكوا وفشلوا في الدوري الاسباني، فنجاحه غير مضمون. 3. مبابي بإيده مفتاح، هذا المفتاح يا بيكون سبب فشله يا بيكون سبب نجاحه، يلي هو غرف تبديل الملابس. يعني إذا بيتجبر ويتفرعن ويقول أنا النجم الأول رح يكون في خلافات، يعني رح يكون فشله أكبر. 4 شيء ويلي هو الإصابات. إذا مبابي انصاب من أول الموسم مثل هازارد فيعطيك العافية، نسب مشاركته أقل، يعني انسجامه رح يكون أقل، يعني للأسف رح تطول فترة انسجامه بالفريق. هي فقرة التشاؤم خلصنا منها. الآن فقرة التفاؤل. كيليان امبابي نجم كبير ولا لا؟ نجم كبير أكيد، ظهرت بكأس العالم وظهرت مع باريس سان جيرمان بأكثر من مباراة في دوري الأبطال، وأيضا في المباريات الحاسمة بالدوري الفرنسي. إذا نحن عم نحكي عن لاعب فرديا ممتاز، جماعيا مع المنتخب الفرنسي ملتزم بأدواره، فنحن مو خايفين من هذا الموضوع. 3. معقول كيليان امبابي يتفرعن ويساوي مشاكل بغرف تبديل الملابس؟ شوف، لو مدرب غير أنشيلوتي كنت ممكن اقول لك ايه، بس بما انه أنشيلوتي موجود فلا. غالبا غرف تبديل ملابس أنشيلوتي تتميز بانها هادئة، الكل بيحب بعض، الكل بيحكي مع بعض، بيتعشوا وبيروحوا وبيجوا. أردا جولر لما اجى على ريال، ناتشو واللاعبين صاروا ياخذوه ويجيبوه على المطاعم ويفرجوه مدريد وامور سليمة ويا سلام وواو والشمس مشرقة، فما بالك بكيليان امبابي يلي هو شخصيته مصقولة أكثر، وأيضا هو جاي على ريال مدريد بناء على طلبه هو، فغالبا غرف تبديل الملابس ستكون هادئة. في شغلة بعدها مهمة، لازم على كيليان امبابي يكون صداقة مع فينيسيوس. إقول لك شغلة، هو في صداقة مع فينيسيوس ورودريجو إذا بدك، شفنا هذا الشيء بأكثر من حفل في الكرة الذهبية، كانوا يتصوروا مع بعض ويحكوا مع بعض، وحتى مع بلينغهام نفس الشيء. وعندك تشاوميني وميندي وكامافينجا كمان مكون صداقة معهم، فما له مضطر يتعرف كتير على الناس. يعني هلا نسبة التفاؤل زادت عندك، تمام؟ زي الفل يا سيدي الناس. تمام. هلا صفي الدور على كارلو أنشيلوتي انه يلاقي المكان المناسب لكيليان امبابي. برأيي الشخصي كيليان وفينيسيوس ورودريجو رح يلعبوا كمهاجمين وهميين بلا مركزية، يعني ممكن كيليان رأس حربة او جناح ايسر او جناح ايمن عادي جدا، وفينيسيوس ورودريجو نفس الامر. بالنسبة لي اعتقد انه كيليان امبابي بأول موسم له رح يساهم بحدود بين ال 25 ل 30 هدف. نعم رقم قليل، ولكن هذا الموسم الأول بتكتيك جديد بمدرب جديد بلاعبين جدد ودوري جديد، فلازم هذا نحطه بالحسبان. بالنسبة لإندريك، شوف صديقي العزيز كلمتين على السريع. إندريك موهبة عظيمة، سريع مهاري، وأيضا بيحاول يفوت بالالتحامات البدنية، بس أنا ماني مطالبه يسجل 50 هدف، يعني إذا سجل 2-3 بالموسم ممتاز برأيي الشخصي، لأنه هو غالبا ما رح يلاقي دقائق كثيرة. في لاعبين كثير يا زلمة، أنشيلوتي ميدو ينزل يا زلمة، أنشيلوتي بدنا إياه بس ينزل أردا جولر أكثر وإبراهيم دياز. إندريك ماشي بيستنى شوي، هذا لسه عمره 17 سنة، هو خليه قاعد عم يجيب ألقاب ويحمد الله ويشكره، بكفي إنه ممكن يجيب دوري أبطال أوروبا وهو قاعد. يا زلمة بعرف في لاعبين طحوا ونحوا وتعبوا حتى يجيبوا أبطال وما جابوا. كيليان امبابي جاي لهذا السبب. فإندريك ما له مطالب بشيء، لاعب صغير، واللاعب الصغير أولا لازم ما نطالبه بشيء، ثانيا الضغط الإعلامي لازم يخف عنه. كارلو أنشيلوتي بيعرف يهدي اللاعب، وبصراحة مثل ما قلت لك كارلو أنشيلوتي واحد من أفضل المدربين يلي بيعرفوا يهدوا اللاعب ويطلعوا أفضل ما عنده. شفنا هذا الشيء مع أردا جولر، وشفنا أيضا مع إبراهيم دياز وعدة لاعبين. أنت شو رأيك؟ اكتب لي بالتعليقات. هي نهاية الحلقة، كان معك تيكي سلام.